السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي وبياكم، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. واليوم جيناكم بهاي القصة المليئة بالأحداث، وقصة واقعية حصلت في عام 1960، يعني على قولات الشياب حصلت بالستينات. القصة هاي سولف لي إياها صاحب هاي القصة، طبعا سولف لي إياها وهو صاحب الحدث، يعني سولف لي إياها، ولكن طلب مني إني أغير اسمه في داخل هاي القصة بأسباب عائلية بيناتهم. يعني تنقول اسم هالرجال أبو محمد. هذا أبو محمد ربي بقرية بسيطة، وحوالي عالمه وقرابته، وهالقرية تحتوي كلها على قرايبه، يعني وكلهم ولد جد واحد بدك تقول، وأمورهم زينة. وهذا أبو محمد أول ما نشأ على الدنيا لسه شاب، عمره بدك تقولها بالعشرينات 22، وطلع شاب زين وسبع وفارس بهذيك الأيام، ينشهد له بالفروسيته ومرجلته. والله وابوه مرثله شويه من هالحلال، عندهم شويه من هالحلال. والله وتوفى ابوه واستلم هالحلال ابو محمد، حلال ابوه واخوته وامه عنده، وقام يضحك على هالحلال وعلى اخوته وعلى هاله. وبيوم من الايام جاء مرض على الحلال اللي عند ابو محمد، وهالحلال قام يفطس، واشنو اسباب المرض هذا هو ما عاد يعرف. الأسباب اللي وقع بيه هالحلال وهالمرض هو ما عاد يعرف. والله والمهم بإذن التقادير، يعني أبو محمد ما ظل عنده حلال إلى ما خالص، يعني حلاله فطس، ويعني أموره صارت جو الصفر، مو صفر، جو الصفر زادين. وأقارب أبو محمد هذا ما يحبونهم بالجرية، لأني أبو محمد زلمتن زين وزلمة، يعني منه شاب يحب يصلح بين الناس ويحب الخير بين الناس. بقى أقاربه حاطين يعني نحرهم بنحر هالرجال هذا، ما يريدونه يطلع وما يريدونه يصير على هالدنيا متى ما يصير أخير منهم. فيقول أبو محمد بعد ما فطس هالحلال وجانا ضيم من قرايبنا وانضمنا زادين من هالعالم اللي حوالينا، من عمامي من ولد عمي، يقول أنا صفيت عامل أفلح عند هذا أفلح عند هذا بأيام هالمواسم، تا نأمن لقمة عيشنا أني وأخوتي. عنده أخ أصغر منه، أخوه عمره تقريبا بس 17 18. والله نهار من الأيام عقد ما شال مجور وشافه مجوع، وأقاربه مع أنه يعني عندهم من الحلال كثير، وما واحد منهم انه قسم من هالحلال. قال لك القرابتي الولدة عمي ما حدا سوى هالشي معاهم، ومع انه هم قبل ان يتوفى رحمة ابوهم كان مسلف على العالم هاي كلها. والله يقوم ابو محمد يقلب اخوه الاصغر منه ويفهمه، يقول له يا اخوي اني بدي اطلع من هالبلاد، وبدي اطلع وحدي، ما اخذكم معاي وعلى بلاد غربة وغيرها، وبدي اغط عنكم حول او حولين. يعني ان شاء الله اني احاول اغط لي حول، يعني بناس تقولها حول ناس تقول سنة، اغط لي عنكم سنة الزمان وارد. او ان ما تيسرت معاي ترى جوز الطول مدتي سنتين، اقصى حد ان شاء الله اني اجيكم. اريد منك يا اخوي انك تدير بالك على امك وعلى خواتك، وخلاص خليك مشتغل وعايشين، وبإذن الله بإذن الله يا أخوي ما أجي إلا جايب الخيرات إن الله يسر علي. والشاب هذا أبو محمد صاحي وفطين يعني. يقوم أبو محمد يدشر بلادهم، هم من بلاد حلب، من ريف حلب، ويروح صوب حمص، صوب حماة، لهالبلاد هذيك أبعد بعيد يعني عنهم. والله وماشي يوم من الأيام ماشي على هالدرب،
وطلعت بوجه العرب. والله وراح عند هالعرب واستضافهم وقعد عندهم. والله الشيخ هالعرب اللي بهالعرب اللي هو بيها سأل أبو محمد شنو حاجتك؟ دوار شغل، دوار حدا يطلبك؟ قالوا لا بالله أنا رجال دوار شغل، يعني إن شاد لازمكم شغل حدا يشتغل عندكم تراني دوار شغل ودوار رزقة بالحلال. والله قال له تبشر، شو تعرف تشتغل انت؟ شو تعرف؟ قال له والله اني من نشأت على هالدنيا بهالحلال بهالغنم. فرد عليه الشيخ قال له تبشر، احنا نريد راعي ان شاء الله تشتغل. قال له بالله اني اشتغل. قال له ولكن نريد راعي يصرح لهالبيوت اللي حواليه كليتها. تعرفون انتم كل بيت عنده 30 راس، عنده 50 راس، عنده 40 راس يعني. ففصل معاه. كان شرطه ابو محمد انه ياخذ اخر الموسم كل ما يحول عليه الحول ياخذ من الحلال 40 راس من الغنم، ياخذ من الحلال. والله وقال له اتفقنا على هالشرط انه تشتغل عندنا سنة وتاخذ 40 راس من الغنم. والله وبدأ بشغله ابو محمد. هنا قامت تمضي الايام، قامت تمضي الشهور مع ابو محمد. راعي هالبيت يعني شيخ هالعشيرة اللي هو عنده بدأ يحبه لابو محمد كثير. شافه شاب صاحي صادق امين تعيب شقيل يدير باله على الحلال، بدأ يحبه يعني. والله وشاف منه الصدق يعني كل الصفات الزينة شافها بهالشاب هذا. والله وقامت تمضي هالايام. والله ويوم من الايام يطلعون العرب رايحين على غير عرب، عندهم خطبة، عندهم شغلة بغير عرب. المهم العرب ما ظل بيها زلم، ظل بيها كم زلمة هالزلمة الكبار. يقول أبو محمد فأني جبت هالحلال، وهالحلال كل قسم راح على بيتهم، على بيت راعيهن، وأني رحت على بيتي وجيت تنام. فيقول بهاي الليلة حسيت بشي مو مضبوط يعني. يقول واني قاعد وشاب هالنار قدام هالبيت، بيت هالشعر، يقول أضحك أشوف سوادة من بعيد قاعدة تتحرك. عجب، هي بني آدم، هي ذيب، هي حيوان، الله العليم. يقول فحسيت إنه بشي يعني مو نظامي. فما يقول يعني وبهت لهالسالفة. والله يقول ما بشوية ولا بنت معزبه، بنت راعي البيت، قامت تصرخ وتصيح حرامية حرامية. والله ويقوم أبو محمد، وأيامها كانت أتفنقات هذيك الأيام. يقول وشيل أتفنقة والله واضرب في شكتين بالجو واركض عليهم واقضب واحد منهم قضبته. يقول والله وبنت الشيخ جت وعانتني وتشتفت هزلمة وجبناه على بيت الشعر. يقول وظليت واقف عند راسه إلى ما أصبح الصبح، وكان أني أسحب الحلال وأتيسر على شغلي، وظلت بنت الشيخ عند هالرجال مكتف إلى ما جتها العرب من هالمكان اللي هم كانوا بيه. فالمهم الشيخ حل السالفة، عرف أهل هالرجال اللي جاي يبوقهم، وصارت شوية انخباطات يقول بهالعرب. وبعدها وكان يجي هالرجال راعى الحلال يقول ويكافئني ب10 روس من الغنم. قال له هذن 10 روس ما لهن علاقة بالشرط، تاخذهن من الحز على صدقك وعلى امانتك وعلى شهامتك. يقول فعلا اني واخذ 10 روس من الغنم بينها الحلال وبلشت. يقول الى ما جت اخر السنة وخلصت شرطي على الخالص، وقايل له يا عمي ترى اني خلصت شرطي واريد اتسهل يم اهلي. والله ويقوم الرجال راعى البيت ويقول له يا ابو محمد نريد منك انك تظل عندنا سنة النوب يا معود، والله ما نريد ندشرك، انت زلمت زين ومن هالحكي هذا. المهم الى ما اقتنع الرجال ابو محمد انه يظل سنة النوب.
والله والسنة الجاية الثانية قال له شرطك تاخذ من الغنم 50 راس من الغنم. والله ويسرح عندهم السنة الثانية كليتها إلى زادين ما خلص هالسنة. والله ويقوم وياخذ حلاله من هالحلال، وردت الناس فوق شرطه انطته زادين أكرمت هالرجال. يقول أبو محمد ويصير عندي بهالحولين بإذن التقادير 120 راس من الغنم. هنا يقول وقعت أنا بحيرة، إشي وصلني من بلاد حماه لبلادي الغربي حلب، يعني مسافة، وتعرفون أنتم مدروب بها حنشل بها حرامية مشلحية، يعني أخاف أنهم يطلعوا لي بهدروب. فقايل له المعزبه أنه خاف أتعرض الحنشل، تعرف أنت. يقوم معزبه يدرب معاه فرسان، يقولهم تسلمونه للعرب الفلانية، يعني مسير يومين، وتقولوا لهم على لساني يسلم عليكم الشيخ فلان، ترى هالرجال ايش عرب شاربكم، توصلونه للعرب الغاديتكم، يعني يظل معاه الناس تحميه من عرب العرب الى ما يصل بلاده، خوفا على هالرجال وتعيب هالرجال اللي تعبهن بهالسنتين. فيقول اني فعلا يقول وجبت هالحلال، وقام يوصلوني من عرب العرب، يقول الى ما وصلت اخر عرب. فيقول ظل بيني وبين اهلي مسير نهار، قمت اندلب هالمنطقة واعرفها مظبوط اني. والله ويقوم يقول له المعزبه يكفي لهين وكثر الله خيرك وما قصرت، خيو اني من هين اقدر اني اتسهل وحدي. يقول ابو محمد وقوم حول الساعة 3 بالليل 4 الصبح، يعني يقول لسه الضوء مو طالع علي. يقول وسوق هالحلال، يعني حطيت اني يعني مسير ساعة زمان والضوء يطلع علي. يقول وسوق هالحلال والدنيا ظلمة وامشي صوب بيت اهلي. يقول والله ما بي شوية، يقولوا طلع علي الضوء وقمت اسوق هالحلال. تعرفون انتم الحلال ما يقدر يسوقه مسواق، يقدر على مهيلاته شيت انه هالحلال يسرح وهو ماشي. يقولوا فعلا اني قمت اسرح بالحلال واني ماشي ومتسحل على هالدرب الى ما وصلت يقول بيادرة هنا وجريتنا هذيك هي. يقول اني هين صارت الدنيا على المغيب حول المغرب، يعني صارت الدنيا. يقول والله واقبلت على بيادرة اهلي والقواعي. يقولوا فتت بوحدة من القواعي اللي هي ليهم، يقول ولقيتهم حاصدين ومكومين البيادر الدراسة تدرسه. يقول وهدها الحلال عليها لأن الحلال تعب وجاع. يقول وهديتها الحلال على هالحنطة وقامت تاكل. يقول وما شفت إلا هالرجال من بعيد يصرخ يا هين يا هين، اطلع حلالك اطلع حلالك من عنا البيادر، كف حلالك. يقول وانا اسوي حالي اني مالي سمعان، بس يقول اني على الصوت اللي جاني عرفت انه صوت اخويا. والله الى ما وصل لي عنده، والله دحج عليه والفلان قايل له اي والله انا ابو محمد جيت. والله يقول ويزت حاله علي اخويا ويلفني ووينك وفرح بجيتي كثير يعني، وشلون وضعك طمني عنك. يقولوا سقنا هالحلال واحنا رايحين على البيت دارجين باتجاه يقول بيت اهلي. يقول اخوي لسه ما وصلنا البيت واحنا ماشيين على هالدرب قام يحاكيني وقام يبكي. يقول قمت اقول له شبيك يا اخوي، حدا من اهلي صابهم شي، خواتي بيهن شي؟ يقولوا لا بالله بس وصل البيت انت سولف. والله يقول وصلنا هالبيت وتلقتني امي وتلقني خواتي والامور زينه. يقولوا حطينا وقعدنا وقام خواتي يقول سولي هالعشاء وحطيت وقعدت معاهم. وبدأ اخوه يسولف له، يقول له ولد عمي ضاموني، ولد عمي جارم علي وقاموا يضربوني الصبح ويضربوني المغرب، وقاموا يعايروني يا فلاح يا عامل لاني هم راعين حلال وراعين غنم. وقام يقولوا لي اخوك راح ودشرك وهج منكم زادين
ومن هالحكي يقول الماله داعي، يقول واني اكمد بصدري ومالي حدا، يعني سندي هو انت وانت ما كنت يمي. يقول قمت اقول له تهون تهون يا اخوي، يصبح الصباح ويصير خير ان شاء الله. ويقول وبدأ يسولف لي واحدة من السالفات، يقول جات يسولف لي اياها، اشوف امي قطت له وقالت له اسكت الحز. يقول انا هين صابني فضول بدي اعرف ايشنا السالفة وش بيه. والله يقول لحيت عليهم وانهم يقولوا لي، قال له يا اخوي اختك فلانة بده ياخذها ابن عمك، وكان عرسها بعد 3 ايام، جاي ابن عمك ياخذها وبده ياخذها قصب مني. يقول له حط سلاح براسي، يا بده يذبحني يا بده ياخذ اختي. ويقول له واني تعرفني ضعيف حال وما لنا حدا. قال له ايش علي يا اخوي تهون، خلوا يصبح الصباح وباذن الله يصير خير. اريد منك يا اخوي لاصبحت الدنيا هالحلال اللي صار عندنا تسوقه من الصبح وتروح تسرح بيه. قايل له تبشر يا اخوي، شنو الحلال اللي جبته؟ قال له هذا الحلال الله طعمنا اياه وبتعبنا بتعبي وبشغلي، وهذا الحلال حلالنا لينا، ليا ولك ولخواتك، هذا حلالنا يعني. والله يقول الرجال الليل ما يعني بهالليل نوم ما جاني، اني انام ما عاد اقدر انام، اريد بس هالدنيا تصبح علي. وفعلا اصبحت هالدنيا عليه، ويقعد اخوه ويقوم اخوه يشعب هالغنم ويروح يسرح بيها. وقام هو ابو محمد شاب ومرجل وينشهد له بوقته هذيك الايام مرجلته، يعني تشهد له هالناس اللي حواليه انه فلان مرجل ابو محمد. فيقول لو اصبحت الدنيا لما شعب اخويا الحلال وطلع اهل الجرة قامت تضحك، يشوفون حلال طلع من بيت ابو محمد وهم يعرفون بيت ابو محمد لا عندهم غنم ولا عندهم حلال ولا عندهم اي شيء كان. فقامت هالشياب اهل هالجرية عمامه ولد عم ابوه قاموا يدرجون بثلاثه تيشوفون شنو هالسالفة. فيقول ابو محمد اني هين قمت ساوي تشبيت الفروة على كتوفي. يقول وكان اشيل فرد ابويا، ابوه عايفل له فرده. يقول كان اشيل فرد ابوي واتحزن بيه جو هالفروة واطلع على قبال هالبيت بهالبيادر. يقول قمت امشي وقامت هالناس تقبل علي من غاد، ها ابو محمد جاي يا اهلا وسهلا. وتعرفون انتم الناس اللي كانت ضايمه اخوه بروحته بدت الحز بجية ابو محمد تسوي حالها انها فرحانه. والله وقامم هالناس تلتم وصارت هاللمه وصارت هالقعده. وهم قاعدين بهالقعده واحد من عمامه اللي بده ياخذ اخت ابو محمد لابنه بده ياخذها بالقوه. قال له مليح جيت يا ابو محمد، مليح اللي الله جابك تتحضر زفة اختك على ابني فلان. يقوم ابو محمد يجاوب عمه قال له بالله تخسى، ابنك مو من مجاويز اختي، ابنك مو من مجاويز اختي. قال له انت قاعد تقول، قال له مثل ما قاعد اقول لك، ابنك عفن، ابنك مو من مجاويزنا وما له عندنا نصيب. قال له ما يصير، الخطبة تمت ومن هالحكي هذا وانت ما كنت هين. المهم يتناقر هو وعمه وقام يحتد بيهم الحكي بهاللسان، قام يحتد الحكي. يقوم يشمط الفرد ويحطه براس عمه. قال له هين اذبحك اذا تسولف غير هالحكي الان اقوله، تراني ذباحك اليوم. قال له خلاص يا ابن اخوي شيل هالفرد من راسي وما يكون خاطرك الا طيب. والله وينادي ابنه ويقول له طلقها، ويقول والله ويطلق اختي واشيل حالي وارد على البيت. ومن يومها يقول بدهم يتعرضوني لاني ما بيقول سند الا انا واخوي الحانه وهم كثار يعني بهالجريه. يقول يوم من الايام ابو محمد يجيني اخوي انه مطرح ما جاي يصرح اخوي رايحين عليه ولد عمي ومتعرضينه وتشاتلينه وكانهم كثار 4 5 رايحين عليه.
بعد مو شاتلينه أعزكم الله معبين إثمه تراب. يقول أني وقت إن أقبل علي أخوي وشفته بهالمنظر، يقول ما ظل براسي عقل، ما عاد أشوف قدامي. وكان أبو محمد يقول وأركب الفرس وأروح صوبهم، لا أحم ولا دستور. يقول شفتت على بيت عمي. من هي سوى؟ قام واحد من ولد عمه وإنه يقول له أنا قتلت أخوك، شو تريد تسوي؟ والله أبو محمد فرده على خصره، والله يشمط الفرد. قال له تخسي البعيد من هين، يضرب ابن عمه إنه ذابحه بالبيت، يضربه إنه ذابحه ويندار والله ويطلع ويجي على أخوه. قال له بلشنا، قاعد تقول؟ قال له مثل ما جاي أقول لك بلشنا، قوموا. والله ويقوم أبو محمد وياخذ أمه وخواته ويسوق هالحلال بهالشول ويمشون. والله يقول لسه ما قطعناها مسافة، يقول جتنا عجاجة خيل 3-4 خيالة كني لاحقينهم. يقول قبل أن يصلونا أني أقضب هالتفنقة وأقوم أضرب عليهم فشك. والله لما شافوه جا أضرب فشك وجا أضرب فشك على الصايب. يقولوا كان يردون هالخيالة وردم. والله ويروح أبو محمد ويلقى له عرب ويقعد بيها أبو محمد، ولكن هالعرب اللي قعد بيها يقول أنا ما سولفت قصتي قدامهم ولا قلت لهم إيش صاير معاي أو إيش صاير معاي خالص. يقولوا بدأت تمضي بينا هالأيام وقامت تمضي بينا هالسنين. يقولوا بعد ما مضت هالسنين بينا قمت أحن لديرتي، قمت أحن الربعنا البيتنا القواعينا هناك بهالجرية. يقول واروح عند الشيخ هالعشيرة هاي اللي هو قاعد بيها، وقال له يا شيخ اريد اسولف لك سر، يعني لي كام دو من سنين. قال له تفضل سولف. يقول واحكي له القصة كليتها. لا يا ابو محمد ليش ما سولفت لنا من جيت، ليش ما قلت لنا؟ قال له والله هذا اللي صار. والله ويقوم شيخ هالعشيرة عقد ما حب هذا ابو محمد، يقوم والله وياخذ جاهه ويكد جاهه على هال ابو محمد من اكبر الجاهات بهذيك الايام. والله ويكدها ويروح على الجريه ليم اهله ويمشي بالصلحه ويدفع لهم مأداهم على دوز بارة كلياته. وقضب ابو محمد ورد على الجريه وما عاد يتعرضونه. وهاي القصة حصلت في عام 1960 وبيليها لسه كمالة، ولكن الرجال قال لي إن شاء الله نقعد مع بعضنا ونتسولف وأكمل لك القصة، وإن شاء الله أني أجيب لكم كمالة هاي القصة، وإن شاء الله أنها تنال إعجابكم هاي القصة اللي روينا لكم إياها، وإن شاء الله أنه كمالتها لسه بها العبرة أكثر وأكثر. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك مشان يصلكم كل جديد من عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.